حنعمل مقلوبة الباذنجان بطريقة كتير سهلة وبسيطة. بحاجة لكيلو من اللحم الشقف، غنم أو بقر. منقلب بصل على النار ونضيف عليهم اللحمة، منقلبهم مع بعض لحتى تنشف ميتهم ويتحمروا شوي. نضيف عليهم ورق غار وعيدان قرفة. نضيف عليهم 2 لتر من الماء الساخن وبتركهم لحتى يبلشوا غالي. بغطيهم بمقلية على النار، بضيف عليها زيت وبقلب فيها المكسرات. بصفي المكسرات من الزيت وبضيف عليهم 7 حبات من البصل مقطعين شرائح. بقليهم لحتى يدبلوا بهيدا الشكل. بصفيهم من الزيت. بقطع 2 كيلو من الباذنجان، بقطعهم بهيدي الطريقة بسماكة 2 سنتي وبدهنهم بنفس الزيت يلي قليت فيه البصل. بفرش ورقة من الزبدة وبدهن عليها زيت، وبدهن الزيت على الباذنجانات. بسخن الفرن من الأعلى والأسفل وبحمر فيها الباذنجان وبتركهم لمدة نصف ساعة أو لحتى يتحمر معنا الباذنجان بهيدا الشكل. بيطلع معنا طري كتير بهيدي الطريقة. بقطع حبتين من الجزر، 4 حبات من الطماطم، معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الملح، 3 أكواب من الرز. بغسلهم وبصفيهم من المي وبضيف عليهم البهارات وبخلطهم مع بعض منيح. وبضيف للطنجرة الجزر والطماطم، وبضيف الباذنجان واللحمة اللي سلقتها، وبضيف عليها نصف كمية الرز، وبضيف عليها البصل المقطع شرائح بعد ما قليناه. الباذنجان هو اللي بيعطيها النكهة الطيبة. وبضيف عليهم كمية الباذنجان اللي متبقية زائد الرز، وبضيف عليهم 6 أكواب من مرقة اللحمة، وبتركهم على نار عالية لحتى يبلشوا بالغلي. بغطيهم منيح، خفف النار تحتهم، بتركهم على نار هادية لمدة 45 دقيقة، وبقدمهم مع اللبن والخيار أو أي نوع سلطة. وعلى صحة وعافية من مطبخ فاطمة العالمي.